احلى افكار واحلى مواهب نهال بتعرف تطلعها من عيال محمود. بجد بتديهم راحتهم في الكلام وفي المساحة وفي التصوير، غير محمود وسحر خالص. يعني محمود وسحر بيبقى هما اللي قايمين بالفيديو، والعيال بيبقى يعتبر ايه، كومبارس كده صامت ظاهرين معاهم. مع نهال بجد بنشوف العيال بشكل تاني وبنشوف شخصيتهم بقى على الطبيعة. وهنتكلم كمان على فرش الشقة عند محمد حقرات وآلاء، وهنتكلم على زيارة بصوا هنتكلم على حاجات كتيرة قوي في الفيديو بتاعنا ده النهاردة. خليكم معايا واتفرجوا على الفيديو للآخر. أول حاجة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه أحلى متابعين وأحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. طبعا بشكر حبايب قلبي اللي دخلوا نوروني بالاشتراك في القناة بتاعتي، ولو مش مشتركة يا قمر اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انا بنزله، وحطي اللايك. يلا بقى نخش بسرعة على الفيديو بتاعنا. طبعا نهال كانت منزلة، هما كانوا مختفيين بقالهم فترة. الأيام اللي فاتت دي كده مش بينزلوا فيديوهات كتيرة. ممكن بقى مشغولين، مثلا في حسن عنده شغل، نهال مش لاقيه ممكن حد تتصور معاه، لان برضه هي ممكن يبقى صعب عليها حته ان هي تفتح الكاميرا كده وتصور. ممكن يعني هي لو هتعمل روتشيت، بس هي ما شاء الله لسه البيت فرشه، فالبيت نضيف، فمش هينفع ان هي مثلا تفتح روتين وتقول انا هعمل كذا هعمل كذا. فلازم كان حد يساعدها في الفيديو بتاعها. فاستعانت بمين؟ باولاد محمود. عايزه اقول لكم هي ما شاء الله بترتاح لعيال محمود وبيقعدوا معاها، وهم العيال ما شاء الله دمهم زي العسل. بانجي وإناس وأروى، كل واحد فيهم عمل أكلة كده خفيفة لذيذة. عايزة أقول لكم الفيديو كان جميل قوي وروحه مرحة كده، وكان خفيف ما كانش فيه حاجة، يعني كان بجد حلو قوي قوي. وبجد نهال الوحيدة اللي بتعرف تخلي العيال كده تلقائية وعلى طبيعتها. يعني احنا أروى دي عمرنا ما شفناها بتتكلم في فيديو مع أبوها فعند محمود، والله. عند نهال ما شاء الله عليها البنت لبقة كده في الكلام ولذيذة وهادية في الكلام، وبتعرف تفهم كده وتقول هنحط كذا كذا نحط كذا كذا. صوتها كمان تحس ان هو صوتها مألوف كده وحلو، لايق في التصوير. يعني ديت هتبقى كده اما تعمل قناه بقى كده اهوت وتتكلم وتعمل وصفات حلوه قوي، كلامها هادي. عكس ايناس عايزه تهدى شويه في الكلام عشان بتتكلم بسرعه بسرعه بسرعه. لا، ايناس برضو متكلمه ودمها خفيف ولذيذه. بس عايزه وهي بتتكلم وتقول الوصفه تتكلم بالراحه كده، ما تتكلمش كده بسرعه. انجي برضو ما شاء الله عليها جميله برضو كده في الكلام، وبرضو بتتكلم بهدوء كده وعقله جميله. برضو اللي حسينا بالتغيير في الكلام نهال. اه والله بجد نهال ما شاء الله عليها المره دي كانت في الفيديو دوت كده كانت بتتكلم برضو بهدوء، مش بتعلي صوتها. فاهمين؟ تحسها بتتكلم كده بالراحه بعقل كده برزانه. تون صوتها كان كمان جميل قوي 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 حلو. عايزه اقول لهم بقى حاجه، الكيكه او اللي انتوا عملتوه عش الغراب دي ديت وهي سخنه طالعه من الشوربه، من الشوربه مش عارفه ايه اللي دخل الشوربه معايا وهي طالعه من الفرن. ديت بتتشكشك كده بالسكينه وبتبقينش عامله سيرم اللي هو زي الشربات كده بتاع الكنافه بتاع القطايف. وتروحي جايه صباه عليها كده، كبه عليها وهي في قلب الصينيه علشان خاطر تشرب من العسل دوت. عايزه اقول لكم بتبقى طعمها حلو قوي قوي وبتروح في حته تانية خالص. مش بيتمسح كده فوق وشها لبن مكثف وعسل ومش عارفه وقرفه والكلام ده كله، لا بيتحط لها برده قرفه فوق الوش وحليب مكثف لو انت عايزه، بس الاكتر عشان خاطر العجينه تبقى طعمها حلو من جوه ما يبقاش فوق الوش بس. بتتخرم كده بتنغز بالسكينه وتروحي جايه مصبه فيها زي ما قلت لكم العسل او الشربات اللي انتوا عاملينه. بس بصراحه يعني انجي ما شاء الله عليها كفكره برضو حلوه مش وحشه. وصينيه البطاطس اللي نهال عملتها كده بالكفته برضو كانت ما شاء الله عليها، كانت شكلها حلو. احلى حاجه بتعجبني في نهال اللي هي ما بتبخلش في الجبن، ما شاء الله عليها. بحس ان هي بتحط كميه جبن على اي صينيه بقى، الصواني اللي هي بتعملها دي كده بتحط كميه جبن ما شاء الله اللهم بارك يا رب حلوه، وهي دي كمان بتدي طعم اصلا للاكل. نخش بقى لمين؟ لابو علي اللي كانت عنده ايه الكارثه. الكارثه ايه؟ لا هو يعني يسلم ايده اللي هو جاي من بره هيعمل لهم الغدا، هيعمل لهم كباب حله. كباب الحله دي معروفه يعني من زمان قوي والناس كلها عارفاها، وبيقول لك ابوه هو اللي كان
معلمها له. فوجئنا لقينا حسن جاي من بره، ولا دخل اتشطف ولا غسل ايده ولا غسل وشه ولا غير هدومه ولا حاجه، وكان بيقول انا هطلع اغير هدومي. نهال قالت له لا، انت لسه هتغير وتقلع هدومك وتوسخ الهدوم تاني وترجع تقلعها تاني ونغسل؟ لا، انت خش بهدومك. ماشي يا سيدي، مفيش مشكله، خش المطبخ بهدومك، مش هنقوله حاجه، بس اغسل ايدك. طب عرفنا يعني انت غسلت ايدك ولا لا؟ انسان جاي من بره فيه ترابه، ماسك العربيه مثلا، دركسيون العربيه، مسكت المفاتيح فتحت الباب، عارفين؟ لا لازم والله يا جماعه. يعني بجد كان المفروض يجي من بره كان يورينا برضو اللقطه ديت، عشان لو في حد مثلا اطفال صغيره بتتفرج عليه يبقوا حتى فاهمين اللي احنا نيجي من بره لازم نغسله ايدينا قبل ما نمد ايدينا في الاكل. هي دي النقطه اللي كنت عايزه اقول عليها لحسن. بس هو كلحمه يعني الطريقه حلوه، مع ان البصل كان عايز يعني يتحمر سيكه عن كده هوت. كان عايز يتحمر سنه شويه قبل ما ينزل باللحمه. وللعلم بقى يا نهوله يا قمر انتي، البصله بتاعت الكباب الحله اما بتبقى خشنه شويه، ما بتبقاش مضروبه في الكبه، الفرمه الناعمه قوي ديت كده، ما بتبقاش يعني الطعم بتبقى حلوه كل حاجه، بس الطعم الاحلى اما تبقى البصله متقطعه بالسكينه، او انت ضرباها ضربه واحده بس كده في الكبه، لو انت مش عايزه تقطعي على ايديكي، فرمه واحده بس لفه كده اهوت وتقفلي لفه واحده بس كده وتقفلي الكبه. اما بتبقى البصله كبيره وخشنه بتتحمر معاكي اسرع وما بتنزلش ميتها اكتر في الحله، وبتدي لون وطعم حلو قوي قوي قوي. يعني ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب، وبالهنا والشفا. وكفايه ان حسن هو اللي وقف وعملها بايده كده، وجاي من بره متحمس ان هو يعمل لهم كباب حله. بيقول على طريقه ابويا كان معلمني الطريقه دي، وطبعا احلى حاجه ان هو كان بيدعي له اللي ربنا يكمل فيه على خير ويقوم لهم كده بالسلامه يا رب ان شاء الله عن قريب. وبجد الحاج جابر فعلا يا جماعه وحشنا وحشنا قوي، ونفسنا بجد اللي احنا نشوفوه ونطمن عليه في اقرب وقت. طبعا هو مختفي خالص، حتى ما بيصورهم في البيت ما بيبقاش حتى هو متواجد معاهم، طبعا بيبقى في الغرفة بتاعته بقى، بيبقى نايم بقى برضو تعبان كده. ما بقاش حلم من اللي طبعا الحاج جوزوش بقى يعني كبر في السن وتعبان، والوعكة الصحية اللي مر بيها الأخيرة ديت طبعا أثرت عليه جامد، فما بقاش طبعا حمل دلوقتي ان هو يصور معاهم زي الأول. طبعا الأول ما شاء الله كان لسه بصحته، وكانوا بيعملوا تحديات وبيقف معاهم في الجنينة وبيقف معاهم في التحديات. فربنا يديله الصحة يا جماعة. بجد يعني المرض دوت صعب صعب بجد والله، يعني ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض يا رب. نخش بقى على مين؟ على ام نهولة العسل القمر. بجد ام عبد الله ديت بجد ست عسل وسكر، وجميله من بره ومن جوه. والله مش شكلا بس اللي هي حلوه وجميله ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر، لا قلبها كمان جميل، روحها جميله، حلوه طيبه، تحس ان هي بجد كده كمان عفويه على فكره، عامله شبه نهال عشان تبقوا عارفين. يعني بجد انتوا ما تخافوش من الناس اللي هم العفويين اللي في قلبهم على لسانهم، بيتكلموا كده بتلقائيه. الناس ممكن ساعات تزعل منهم، يقول لك ده كلامه مدب، او كلامه بيقول الكلمه كده خلاص ما بيفكرش فيها. لا بالعكس، الناس دي كده طيبه قوي وقلبها طيب، ما بتشيلش مثلا من حد، ما بتزعلش من حد، ما عندهاش خبث، ما عندهاش لقم، كده اللي في قلبها على لسانها. بجد انا الست دي بحبها قوي قوي قوي، وبحب كلامها وبحب فيديوهاتها، بحب اتفرج عليها كده بتلقائياتها وفيديوهاتها الجميله دمها خفيف. ما ببقاش بجد عايزه اطلع من الفيديو، ببقى عايزاها تطول في الفيديو وما بتزهقش منك يا ام عبد الله، انت عسل قمر سكر. طولي الفيديو، طولي كلامك زي ما انت عايزه، احنا بنحبك وبنحب فيديوهاتك انت وما شاء الله. والحاج سيد ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويحميه. والاولاد طبعا برضو عمر دمه زي العسل، بيقول لكم حطوا لايك عشان خاطر سنانه طلعت. عايزه اقول لكم انا لما سمعت بيقول كده والله قعدت اضحك. عايزه اقول لكم عمر برضو عفوي قوي، يعني بيتكلم برضو كده بتلقائيه، مش حته بقى اللي انا بتصور قدام الكاميرا والناس هتشوف. لا لا، فاهمين؟ بيتكلم كده مع مامته عادي بتلقائيه. ولا بقى انا زهقت، انا اتخنقت على حته بقى المانجا وعمالين يقطعوا. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. الحاج جايب لهم عمر بيقول لها 10 كيلو مانجا، مش عارفه ولا خمسة خمسة، لا مش عارفه والله العظيم، او جايب سبق 5 سبتة،
جايب 5 سبيتة مانجا تقريبا، كل سبت تقريبا 10 كيلو على ما اعتقد كده. ما شاء الله اللهم بارك، ان هو جايب لهم كميه محترمه. هيفرزوها طبعا لرمضان، كل سنه وانتم طيبين. اما بتبقى الحاجه في اوانها وتخزنيها بتبقى حلوه قوي قوي، وتشيليها في الفريزر تطلعيها بعد كده في رمضان تبقى جاهزه. وهم من الواضح كده اللي هم بيحبوا المانجا، ما شاء الله اللهم بارك. بس خلي بالكم كتر المانجا برضو مش حلو، عشان عبد الله وعمر بتقول ان هم بيحبوا المانجا قوي قوي قوي. لا كتر المانجا برضو بتجيب املاح، لا قدر الله، بتعلي الضغط، بتعلي السكر. وكمان انت يا منهال خلي بالك من حته المانجا ديت كده بالذات، عشان خاطر بتعلي السكر، بتعلي الضغط. الاملاح برضو عشان ما تعملش املاح للاولاد وهم لسه صغيرين. يعني برضو ياكلوها كده باعتدال، مش على طول. بس ما شاء الله عليهم، قعدوا ياكلوا ويعملوا عصير ويقطعوا. كان عندهم حفلة مانجا. كانوا عاملين حفلة سمر كده اهوت بالمانجا. بس كانت جميله قوي. واحلى حاجه طبعا بحبها في الحاج سيد، ما شاء الله اللهم بارك، اللي هو عنده روح التعاون. مش انا خلاص بقى جبت الحاجه ومش هساعد، لا هو بيقول انا ما كنتش هساعد، بس لا صعبت عليا عشان انت تعبانه فقلت انجز. وهو فعلا بتقول انجز معاها كتير قوي قوي. يعني عمل معاها، بتقول بصوا هو اكتر واحد عمل معاها كميه المانجا اللي هم قطعوها بقى، سواء مكعبات او شرايح او عصير. وعملت برضو عصير، وضربته وخلطته وشلته من القشر المانجا. عبد الله كان مستغرب، لا يا عبد الله مش مستغرب، ما شاء الله قشر المانجا ده يطلع لكم كميه عصير اكتر من الكياس اللي انتوا كنتوا مقطعينها وعاملينها دي. لان قشر المانجا بيبقى كله مانجا. يعني هي وريتهن الاولاد شايلينه، مش حاكينه مثلا بسكينه، لا سايبين فيه قطع مانجا وفيه كتير مانجا. فما شاء الله اما ضربته بحبه ميه وبحبه سكر، عمل ازازه وكانت تقيله وكانت بجد حلوه. فلا يعني مش بخل، احنا دوت مش حته بخل. هي بتقول ما تقولش لعنا اللي احنا بخله، لا هو مش بخل، هو دوت يعني الصح. هو دوت اللي عشان ربنا ما يحاسبكيش ان انت رميتي نعمه زي كده هوت في الزباله. لا طب ليه؟ لا نستغلوها. يعني اي حاجه يا جماعه دي لو لقمه كده هوت فضلت منك ما ترميش، حطيها كده في كيسه، هيجي لها وقتها وتاكليها. عارفه انتوا لو مسكتوا العيش اللي هو اللي العيال بتقعد تقطم فيه وترميه، اكلوا وسابوا حته لقمه، نص رغيف، ربع رغيف، امسكيها كلها حمصيها في فرن البوتاجاز وهيبقى عندك عيش ناشف. عملتي فتة عدس هتاكلي بيها. في ساعات ممكن بالجبنه كده العيال هيستحلوها، يبقى رايحين جايين ياكلوا منه، هيبقى عيش ناشف احلى من الطري. فبجد ما ترموش اي حاجه يا جماعه في الوقت اللي احنا فيه دوت. اي لقمه كده هوت بصوا البيت محتاجها. ربنا يبارك لكم في رزقكم ويبارك لي يا رب، ويدي كل واحد كده ويتمناه يعني بتمنى لكم وبتمنى لي كل واحد كده ربنا يديه اللي هو نفسه فيه ان شاء الله. يا احلى متابعين عندي في القناه. نخش بقى كده. حطيتش اللايك ولا لسه؟ ها حطوا اللايك، حطوا اللايك، انا شايفاكم. اللي ما حطش يحط. نخش بقى كده عند مين؟ عند آلاء، اللي هي كانت منزله كده ستوري ان هي بتفرش بقى شقتها، وبتقول ادعوا لي بقى امتى اخلص شقتي ديت على خير ان شاء الله. وكانت جايبه شركه نظافه كده كانت بتساعدها في تنظيف الشقه والشبابيك، وبيكبوا ميه. وكانت طبعا فرحانه ونفسها طبعا ان هي تخلص الشقه بتاعتها. بس طبعا حزنتنا عليها لان لقينا الطرحه، طبعا هي من الواضح قاعده في الشقه براحتها بشعرها، فما جت تصور راحت جايه حاطه الطرحه كده. لا ما كنتيش ظهرتي بقى، كنتش صورت لنا الشقه وانت ما كنتيش ظهرتي لو مش لفه الطرحه كويس. عايزه اقول لكم شعرها من قدام كله كان باين. والبيبي هير لا عندها بيبي هير كتير قوي من قدام في شعرها، كان نازل خالص من الطرحه وكان باين. يعني يا الاء هي لو كنت لفيتي الطرحه لفه حلوه او ما كنتيش ظهرتي، عشان بس الناس ما تقعدش تنتقدك وتتكلم عليكي وانتوا في غنى عن الكلام. دلوقتي اديكوا شايفين يا جماعه محمد مختفي خالص من بعد البوستات اللي هو كان بينزلها، اللي هي رسالة تحذير لاخو الاء ان هو يعني ايه ما يتكلمش والكلام ده كله. طبعا انا كنت عامله لكم فيديو اللي هو قبل دوت وكنت بتكلم فيه على كل حاجه كانت ما بينهم. برضو كانت آلاء منزلة ستوري ان طبعا محمد هو برضو السند ليها وهو الظهر وهو كل حاجة بالنسبة لها وحبيب العمر وكل حاجة. طبعا اخوها يسكت؟ لا ما بيسكتش. منزل اللي هي ايه زي بوست كده معناه او ستوري معناها اللي انت عمرك ما كنتش سند لينا، واللي انت ما كنتش ظهر لينا، وان الاخت المفروض شد عضدك باخيك، انت مش كده.
يعني منزل لها الكلام ده كله. حضرتك هو المفروض مين اللي يشد ظهره بمين؟ البنت ولا الراجل؟ المفروض انتوا اللي تبقوا سند ليها وانتوا اللي تبقوا ظهر ليها. بس مع الاسف الشديد ما شفناش كده منكم. انتوا بجد ما صدقتوها اتجوزت حد من العيلة ديت وكنتوا عايزين تستغلوها أسوأ استغلال. وما الموضوع ما جاش على هواكم طلعتوا بقى لا يلا، يعني عارفين شمشون الجبار بقى اللي هو هد المعبد يعني عليا وعلى أعدائي. فاهمين؟ يلا بقى احنا هنهدولك المعبد اللي انت فرحتي بيه وقعدتي بيه دوت كده في من غيرنا. يعني هو ده اللي احنا بجد شايفينه من أهلها. زي ما يكون لا انت هتقعدي في الخير بقى والكلام ده كله كده هوت لوحدك من غير ما تساعدينا. طب احنا هنهد الدنيا عليكي انت وجوزك. هو ده اللي احنا شايفينه بجد من اهلها، لان هم اللي كانوا بداية الموضوع من الاول خالص، وهم اللي عملوا الشوشرة ديت وسمعوا الناس بجد بيهم وبختهم. والله لو واحد بجد حزين وزعلان ما كانش متخيل اللي هو احنا كنا بنقوله على الناس دي طيبة وكويسة ومحترمة، ويطلع منهم بجد كل الكلام ده. بجد ساعات الناس بتتخدع في المظاهر والله، وسيبك منهم هم بس، حتى في الحياة والله العظيم ساعات الواحد مثلا يعرف حد كده جارة صاحبة معرفش ايه، يبقى لسه معرفة جديدة يقول لا دي كويسة دي طيبة دي مش عارفة ايه، ويحصل موقف كده يبينها لك على حقيقتها وتحس ان هي راحت واحدة وجت واحدة تاني انت اتصدمت فيها صدمة عمرك. ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان الكويسة الانسانة اللي انت بتقول عليها دي كويسة ومش عارفة ايه يطلع منها بجد الكلام دوت او الطريقة دي او المعاملة دي او الاسلوب ده. هو ده اللي احنا بجد اتخدعنا فيه في اهل الاء. اه والله. واحنا فعلا مش عايزين الاء تنساق ورا كلام المتابعين ولا كلام اهلها، وان هي مثلا الكلام ده ياثر على بيتها ولا تخرب بيتها ولا تزعل هي ومحمد. طبعا هي الاء احنا مهما نتكلم اكتر واحده عارفه مين الغلطان ومين الصح ومين الغلط، لان هي اللي قاعده معاهم وهي شايفه جوزها بيعمل ايه وشايفه اهلها بيعملوا ايه. وهي لو ما كانتش حاسه ان اهلها هم اللي غلطانين ما كانتش فضلت لغايه دلوقتي مع محمد. مش حته بقى عربيه جديده وشقه جديده وعفش جديد، لا لا لا. اولا هي ست عاقله مش عايزه تخرب على بيتها، وديت احسن حاجه هي عملتها. ومحدش هيبقى عليها لو هي زعلت ولا سابت بيتها ولا وبنتها ومشيت. فاحنا بنقول لها لا خليكي مع بنتك ومع جوزك وما تهدميش بيتك ولا تهدمي سعادتك عشان خاطر حد تاني هو كان بداية ان هو يقل منك وان هو يزعلك مع اهل جوزك ويزعلك بجد مع جوزك. وهي اكتر واحدة وادرى مننا بمين الصح ومين الغلط، علشان كده هو عارفة ان اهلها هم اللي غلطانين وهم السبب في كل حاجة. عشان كده مش منساقة ورا كلامهم وكل دوت. وطبعا محمد هو رفيق العمر زي ما بتقول وحبيب العمر. ربنا يصلح لهم حالهم يا رب، وان شاء الله في اقرب وقت نلاقيهم كده طالعين وبيعملوا روتين كده هوت او فرش الشقه الجديده. ربنا يصلح الحال. طبعا ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. وتدعموا اختكم كده بدعوه حلوه بصلاح الحال ليا وليكم يا رب، وكل اللي في نفسه حاجه ان شاء الله تتحقق عن قريب. حطي اللايك يا قمر، هتوحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع